السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان خلاص على الأبواب. والزبادي من أساسيات السحور. هنعمل مع بعض الزبادي متماسك ناعم جدا من غير ما ينزل مية ولا يشرش معانا. بيشرش يعني ايه؟ يعني عامل زي الجبنة الشرش اللي هي جبنة القريش يعني. هنجيب علبة زبادي كبيرة. أنا ممكن لو أنا هعمل كيلو ممكن أجيب علبة زبادي صغيرة، بس عشان هعمل كيلو ونص من اللبن هاخد العلبة الكبيرة. معايا كيلو ونص اهو، انا غليته طبعا، مش محتاجه ان انا احطه على النار واوريكم الغليه. كلنا بنغلي اللبن زي ما انتم شايفين كده. هسيبه لما يبقى زي دمعه العين او زي رضعه البيبي زي ما بيقولوا. اعرفيها ازاي اذا كان كده تمام ولا لا؟ اهو. حط صباعك في قلب اللبن وعدي من 1 لحد 10. لقيت ان صباعك استحمل يبقى كده تمام. لقيت ان اللبن لسعك كده بعد 10 عدات. لقيت ان اللبن لسعك في ايديكي وحسيتي بالسخونه، يبقى استني عليه كمان 5 دقايق. طبعا في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه الزبادي انا مولعه الفرن بتاعي، مش اقل من ربع ساعه تكوني مولعه الفرن. حلو الكلام لحد هنا كده تمام. انا هشيل الوش بتاع اللبن اللي هي هشيل الوش بتاع اللبن. انا لو انا دلوقتي حطيت الزبادي على اللبن وجيت قلبت هيبقى عامل زي قطع كده، مش هيبقى دايب. فانا هشيل وش اللبن. وفي ناس ما بتحبش تحطه اصلا فما تحطيهوش. انا بحطه على الزبادي وهبدا ان انا اقلبه مع اللبن والزبادي، هيدوب معايا بكل سهوله. لكن لو حطيت اللبن عليه وهو بالوش بتاعه مش هيدوب معايا. زي ما انتم شايفين كده حطيت كميه صغيره وهبدا ان انا ادوب. ولازم يكون كريمي، ما يكونش فيه اي قطع خالص من علبه الزبادي اللي احنا حاطينها. طب بعد كده انت حاسه ان انت كده كلفتينا كتير؟ لا، ما كلفتكيش كتير ولا حاجه. الكميه اللي انا طلعتها حلوه قوي قوي قوي. كوبايه الزبادي ب9 جنيه وب7 جنيه. انت لو الكميه اللي انا عملتها دي بالكيلو ونص حلوه جدا. وبعد كده بشيل كوبايه من اللي احنا هنعملها وهتبقى هي دي الخميره منها فيها. مش هتشتري زبادي تاني من بره، هيبقى هو اللبن وبس. الكميه حلوه قوي وهتشوفي النتيجه معايا في الاخر قد ايه. زي ما انا بوريكي كده قدام الكاميرا كريمي خالص، كانك عامله كريم شانتيه مش زبادي. هبدا بقى اسمي بالله كده وهبدا ان انا انزل الزبادي بتاعي زي ما انتم شايفين. هو ما فيهاش افتكاسه، بس هي خطوات تمشي عليها عشان ما يشرش معاكي او ما ينزلش ميه وتبقى متجانسه وماسكه نفسها، وفي نفس الوقت الزبادي بتاعي ناعم. انا بصي وانا بقلب بنزل لتحت وبطلع لفوق ليه؟ عشان ما يعومش على الوش او ما يتركزش مني تحت. كده انا قلبته كويس جدا واتاكدت ان انا الزبادي بتاعي زي الفل. خلاص هبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي واصب فيها الكوبايات اللي انا اي حاجه يكون بقى ليها بوز، عشان تقدري انك تتحكمي وتصبي الزبادي بتاعي من غير ما يعني ينزل مني في الصينيه او يبهدل الدنيا معايا. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. العدد هوريكي في الاخر انا عملت قد ايه من الكميه. حلوه قوي. ما شاء الله. يعني انا كنت حاطه عدد، والعدد اللي انا حطيته زودت عليه كمان، وهوريكي دلوقتي انا عملت ايه. طبعا انا الكوبايه اللي معايا او المعيار اللي معايا اللي انا بحط بيه طبعا بحط على قدي، على قد ايدي، عشان ميبقاش تقيل على ايدي ويقع مني. بحط حبه ويخلصوا واعبي تاني واحط تاني، مفيش مشكله خالص. بس بدل ما انا ما يقع مني وخساره يبوظ الدنيا. تعالي نعد بقى كده مع بعض. انا عملت كام كوبايه من كيلو ونص؟ عملت 10. ما شاء الله، الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. 10 كوبايات زي ما انتم شايفين كده، وكوبايه حلوه كده ومحترمه. وبعدين انت عاملاه في البيت وحاجه نظيفه وانت ضامناها. طبعا كلنا بنحب الاكل، ولادنا حاجات احنا عاملينها وضامنينها كويس جدا. وفيها توفير ومش مفيهاش. لو انتوا على 5 افراد انت ممكن تعمليها في يومين، تاكلوهم على يومين. الخل ده عشان خاطر الصينيه. الصينيه دي عشان خاطر بتسود وبتعمل علامات تحت الكوبايه تبقى شكلها وحش كده، وبتاخد طبعا دعك وبتاع. عشان خاطر كل يوم هتعملي الزبادي ما تزرقش منك، حطي معلقه الخل دي وادعيلي مش هتزرق منك خالص الصينيه. هنحط الميه اول غاليه، يعني مش هسيب الميه لما تهري على النار. لا، اول ما الاقيها كده غلت غلوه كده وفارت اقوم حطها على طول في الفرن. خلاص كده تمام، اروح محطها في الصينيه واروح مدخلهم على الفرن. انا عملتها بالليل وزي ما انتم شايفين كده، وقمت الصبح ما شاء الله اللهم بارك يعني زي ما انتم شايفين كده. ولا مشرشه ولا منزل ميه ولا اي حاجه، وكريمي جدا وناعم جدا وزي الفل. واحلى كمان من الشركات، يعني هقول لك شركات، لا هو احلى كمان من الشركات. الطعم غني جدا ودسم جدا. طبعا بيرجع لنوع اللبن اللي انت بتجيبيه وتقدري تعملي بيه. اهو زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين. ولايك كتير عشان الكل يستفيد ويعرف من المعلومات الصغيره للزبادي. في ناس كتير بتعمل الزبادي بس بتقع في حاجات صغيرة. يا ريت الناس تتفرج على الفيديو للنهاية وتعملي لايك كتير عشان الكل يوصل له المعلومة اللي انا قلتها.